إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيها الناس، إن من أعظم السور التي كان يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويتعاهدهم بها سورة قاف. هذه السورة العظيمة التي قد حفظها بعض الصحابة من فم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يتلوها على أصحابه في الجمعة. هذه السورة التي فيها من المواعظ والنصائح والتوجيهات، وفيها ذكر علم الله وقدرته وآيات الله وأخبار الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مقدمة هذه السورة: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجبوا من أمرين: من أنه منذر ونبي، وهم لا يعرفون الأنبياء، العرب لم تبعث إليها الأنبياء منذ إسماعيل عليه السلام. وعجبوا أنه بشر، وهم يرون أن الأنبياء من الملائكة أو الرسل يأتون من الملائكة، فكان هذا عجبهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ومن العجب ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالبعث والنشور والخروج من القبور ليوم الحساب. وهذا كانت العرب أكثرها تكفر بهذا الأمر، يرون أنها تحيا وتموت، فيقولون أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يخرج بعد ذلك أحد. فعارضوا دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استغربوا واستبعدوا بعقولهم القاصرة أن يبعث الله العباد، فقالوا ذلك رجع بعيد. فرد الله عز وجل عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يعلم ما تنقص الأرض من هؤلاء الذين يموتون، سواء ماتوا بالتلف في الصحاري أو ماتوا بأكل السباع والوحوش
أو ماتوا في الغرق في البحار، أو ماتوا أشلاء مقطعة وأعضاء ممزقة، فالله يعلم كل ذلك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي بموتهم وفنائهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي يحفظ كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على سعة علم الله عز وجل. وقوله منهم يدل على شيء آخر، على أن الإنسان لا يفنى كل الإنسان، بل يبقى عظم صغير يقال له عجب الذنب، منه تنبت الخلائق عند أن يرسل الله يوم القيامة مطرا، فتنبت أجساد العباد في قبورها بلا أرواح، ثم ينفخ في الصور سبحانه وتعالى بأمره للملك، فيخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كل من كذب بالحق فهو في اضطراب، فهو في شك، فهو في ريب، لأن الحق مبني على أسس متينة وعلى أدلة شرعية ووحي من السماء، وعلى أدلة عقلية صحيحة. نعم يا عباد الله. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات النظر إلى الآفاق العظيمة التي تدل على عظمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. من هو هذا الإنسان؟ من هو هذا الإنسان الذي يستصعب على ربه أن يرجع هذا الجسد الصغير الحقير، وهو الذي سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة العظيمة. قال الله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه السماء العظيمة مترامية الأطراف التي لا يحتاج الإنسان أن يرحل من أجل أن ينظر إلى عظمة السماء. من أي مكان ينظر ويقلب بصره في هذا الكون الفسيح سينظر إلى هذا السقف العظيم المتلاصق الذي ليس فيه فروج وليس فيه شقوق، ومزين ومرصع بالنجوم العظيمة المتلألئة. هذه الأرض البسيطة العظيمة وهذه الجبال الشامخة الراسية ألا تدل على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى قوة الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الإنسان من هو هذا الإنسان الذي يستعظم أن يعود إلى الحياة بعد أن مات، ولا يستعظم هذه السماوات العظيمة التي خلقها الله؟ الذي خلق الإنسان هو قادر على أن يعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا كله لا يستطيع الإنسان أن يتذكر إلا من كان صادق النية مقبل على الله، يريد الحق والأدلة الصادقة الصحيحة. ليس لكل أحد. هناك أناس مهما سردت لهم الأدلة العقلية والأدلة السمعية على الحقائق، سواء كانت الحقائق الكونية أو الحقائق الدينية أو الحقائق الأخروية، لما آمن. ولهذا الله عز وجل قال: تبصرة، أي هذه بصائر واضحة، وذكرى لكل عبد منيب. ليس لكل أحد. هناك أناس لو فعلت لهم ما فعلت لما آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. الله يقول: لو فتحنا باب من السماء وأصعدناهم إليه وظلوا فيه يعرجون
ماذا قالوا هؤلاء الذين ما يريدون أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا سكرت بمعنى أصيبت أبصارنا بالسكر. السكر الذي السكران يرى أشياء غير حقيقية، فيقولون هذا مثل السكران ما يستطيع أن يميز الحقائق، وهذا من أعظم الكبر والعناد عياذا بالله تعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات أي طويلات، والنخل باسقات لها طلع أي ثمر نضيد أي متراكب رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك يبعث الله الناس، يرسل المطر إليهم فيخرجون، كما يرسل المطر إلى الأرض الميتة فيحيي بها النبات التي كانت عبارة عن حبوب صغيرة في الأرض مدفونة، إذا بها تنشق الأرض عن نخل باسقات وعن طلع نضيد وعن بساتين وجنات. فكذلك الإنسان يخبر الله سبحانه وتعالى، ثم يسلي ربنا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأنك لست أول نبي مكذب، وليست هذه أول الأمة تكذب. يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. هكذا يخبر الله عز وجل. وأصحاب الرس بمعنى الحفرة في الأرض كالبئر أو النفق. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولا نعلم قصة في القرآن والسنة في ذكر حفرة في الأرض إلا أصحاب الأخدود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس أي أصحاب الأخدود الذين كذبوا الأنبياء وخدوا الأخاديد وأحرقوهم في تلك الأخاديد. وأصحاب الأيكة الشجرة وهم قوم شعيب. ثم قال الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول، هل عجزنا عن هذا الخلق العظيم الذي ابتدأناه فلا نستطيع أن نعيد ذلك الإنسان الحقير، ذلك الإنسان الصغير، ذلك العبد الذي أعاند وبعد عن ربه وأعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يذكر الله عز وجل في هذه الآيات التأمل في الإنسان في خلقه وفي مآله يوم القيامة. يصور الله عز وجل لنا في هذه الآيات حال الإنسان عند أن خلقه الله، ثم ماذا سيكون لهذا الإنسان يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء والثواب والعقاب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا كان الله يعلم معنويات الإنسان وساوس الإنسان، ألا يعلم سبحانه وتعالى، ألا يستطيع عز وجل أن يعيد هذه الخليقة؟ نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا إله إلا الله. أتعرف من أقرب إليك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الله أقرب إليك يا عبد الله. الله أقرب إليك فلا تعصه. الله أقرب إليك فحافظ على طاعته وعلى عبادته وعلى صلاته وعلى أمره. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك فلا تظهر له المساوئ ولا تظهر له المعايب، وإنما حافظ على كرامة نفسك فلا تهنها، ويكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي الملكين اللذين يكتبان عنه.
وقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق والسكرة الغمة والشدة والغمرة التي تحصل لهذا الإنسان وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى أرض المحشر وشهيد يشهد لها أو عليها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اختلف المفسرون في لمن هذا الخطاب لقد كنت في غفلة من هذا. قيل يخاطب الله الكفار. ابن جرير الطبري إمام المفسرين يقول الآية عامة يخاطب بهذا الخطاب المؤمن والكافر وكل واحد عنده غفلة تناسبه. المسلم عنده غفلة مهما عبد الله إذا رأى الموت والحساب سيعرف أنه كان مقصر وأنه كان في غفلة عظيمة وأنه كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم يقول للصحابة الكرام رضي الله عنهم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة لصحابة النبي للركع السجد للخاشعين الطائعين المتقين. فكيف بنا نحن يا عباد الله المقصرون البعيدون عن الله الذين لا ندرك الصلوات إلا في آخر الصفوف ولربما صلينا في بيوتنا ولربما صلينا وخلينا ولربما أعرضنا ولربما سبينا وشتمنا واغتبنا ولربما لعنا ولعنا ولربما غششنا وكذبنا. نحن العاصون البعيدون عن الله سبحانه وتعالى عند الموت. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك رأيت الغيب فبصرك اليوم حديد أي نافذ قوي. ترى الملائكة ترى الآخرة تراها أمامك ما يراها الإنسان في الحياة الدنيا لكن هذا الذي يموت يرى كل شيء عياذا بالله تعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في الحوار الذي يكون يوم القيامة بين الإنسان وبين الله وبين الملك وبين الشيطان عياذا بالله تعالى وقال قرينه أي من الملائكة هذا ما لدي عتيد. هذا تاريخه هذه أيامه ولياليه هذا ما لدي عتيد. قال الله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه أي من الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا هو المعرض هذا كان بعيد عنك. أنا يسرت وبينت له طريق الشر وهو قابل لذلك لم يرجع إليك ولم يتب إليك بل سار سيرا حثيثا بعد هذا الشيطان الرجيم عياذا بالله. قال قرينه تبرأ منه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي بالرسل والأنبياء والكتب. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون هذا الذي كنتم تسمعون في الدنيا الجنة والخير العظيم الذي ستنالونه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أي رجاع حافظ للعهود للأوامر
حافظ للنواهي لم يرتكبها، حافظ على نفسه من أجل ربه في هذه الدنيا ومن أجل لقاء الله في الآخرة، فيعطيه الذي يرضيه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. انظروا إلى قوله من خشي الرحمن بالغيب، الميزان العظيم عند الخلوات. الإنسان قد يكون بين الناس قديسا، ولكن إذا خلى بنفسه صار إبليسا عياذا بالله تعالى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. هل أحد استطاع أن يفر من أمر الله، من قضاء الله؟ سيحاسبون كلهم، سيبعثون أمام الله سبحانه وتعالى، يحاسب الكبير والصغير، الكافر والمؤمن، الصادق والكاذب، المؤمن والمنافق عياذا بالله تعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام يبين لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة، وإلا فإنه سبحانه لو قال لها كن فإنها ستكون، لكن جعلها في 6 أيام حتى لا يتعجل الإنسان في الأمور العظيمة الكبيرة ويتأنى فيها ولا يستعجل، فإذا بالأمور تتخربط عليه وإذا بها تتجمع عليه ولا تنتظم لهذا الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ثم يقول لنبيه محمد بعد هذا الخطاب الطويل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. يقول هذا كله يحتاج إلى صبر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اصبر على ما يقولون فستموت ويموتون، تبعث ويبعثون، تدخل الجنة ويدخلون النار عياذا بالله، تكرم ويهانون. نعم يا عباد الله، لكن استعن بالصلاة والعبادة. انظر يقول الله لهم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول الله عز وجل في آية أخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. علينا يا عباد الله أن نفزع عند المصائب والمدلهمات وعند الهم والغم والكربات إلى عبادة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يسمعه كل أحد عند النفخة الثانية. يوم قال الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. هذا رد على قولهم ذلك رجع بعيد، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آيات عظيمة يا عباد الله تصور لنا حال الكفار وتصور لنا عظمة الله عز وجل وعلم الله، وتصور لنا هذا الإنسان وماذا سيكون مصيره بعد الموت. نعم أيها المسلمون عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن يغفر لنا ذنوبنا ويصلح أحوالنا ويثبت أقدامنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين
ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارفع البلاء والحرب والحصار عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا في لبنان وارفع عنهم البلاء والحرب يا ذا الجلال والإكرام. عليك باليهود المارقين، عليك بالصهاينة المعتدين، عليك بالأمريكان الكافرين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.